السلام عليكم حبيباتي، نتمنى نلقاكم بألف خير وفي أحسن أحوالكم إن شاء الله. كيما راكم تشوفوا حبوباتي، عاودت رجعت معكم بلا فيديو تاع نهار اليوم اللي راح تكون فيديو فيها أول حلوة خدمتها لبداية مشروعي يعني في المقهى. أول حاجة يا البنات خدمتها للمقهى، هذه يا البنات تبعوا لا فيديو الأخير، ما تنسونيش بهذيك الجيم وهذاك الكومنتير. بالنسبة للوصفة يا البنات اللي هي وصفة القريوش، وصفة القريوش ناجحة 100%، يعني مقادير جد جد مضبوطة. راح نعطيكم مقادير اللي تخرج لكم 80 حبة. يعني البنات فقط تابعوا المقادير راح تفهموا كل شيء. كيما شفتوا درت كيلو فارينة اللي هي كنزة يا البنات، يعني الفارينة اللي نستعمل توجور كنزة. وضفت معاها هاد الكاس تاع الفارينة، درت كيلو فارينة ودرت كاس فارينة معاها. بالنسبة للكاس يا البنات راهو معروف جدا، ضمن كامل عندكم هاد الكاس يا البنات. كيما شفتوا درت كاس زبدة معمر، يعني زبدة تاعي كنت ذوبتها من قبل وخليتها بردت. بالنسبة للزبدة اللي نستعمل يا البنات نستعمل زبدة صول، زبدة عادي راهي متوفرة في كامل المحلات. بالنسبة للكيلو تاعي تاع الفارينة يا البنات درت له كاس زبدة دايبة، وبالنسبة للكاس هذاك تاع الفارينة اللي ضفت يعني باه نتحصل على 80 حبة درت له ربع كاس زبدة. هنا راح ندير الكمية من الملح. بالنسبة للملح يا البنات أكيد ما راحش نديرو حاجة تكون كبيرة، راح نديرو كمية تكون صغيرة. وعندي حبة بيض تكون بحجم كبير، بالنسبة للبيضة يا البنات تكون بحجم كبير أحسن وأحسن. وراح نخلط كامل المكونات مع بعضهم، وراح نضيف 2 مغارف خل. بالنسبة للخل يا البنات كيما على بالكم يعني ضروري الخل في القريوش، يعني من الضروريات. هذه يا البنات راح ندير حوالي 2 مغارف خل، وراح ندخل كامل الزبدة تاعي في الفارينة بهذه الطريقة. يعني نحاول نبسس القريوش تاعي جيدا، نحاول ندخل الزبدة تاعي في الفارينة تماما. وكما شفتوا يعني غير بيديا فقط، يعني نحك الفارينة تاعي بين يديا فقط حتى تدخل كامل ليدام. بهذه الطريقة يا البنات اللي راكم تشوفوا فيها، يعني بعد ما دخلت الزبدة تاعي كاملة في الفارينة وحكيت الفارينة تاعي بيا كيما شفتوا يعني تشربت كامل ليدام، يعني جات ما شاء الله حتى يعني وين ولات تلم. وهنا راح نضيفوا الخميرة. بالنسبة للخميرة يا البنات في الكيلو توجور نستعملوا وحدة خميرة، يعني توجور هذه يعني ديروها في بالكم يا البنات. كيلو فارينة راح نديروا له كيس خميرة كيميائية، وانا ضفت هذاك الكاس يا البنات راح ندير له حوالي ملعقة تاع قهوة. يعني هذاك الكاس تاع الفارينة راح ندير له حوالي ملعقة تاع قهوة صغيرة، وراح نخلط كامل المكونات مع بعضهم يعني حتى تندمج هذيك الخميرة تماما. وراح نطمو العجينة تاعنا كيما على بالكم راح نلموها بماء الزهر، واللي حبت دير مزيج ما بين الماء وماء الزهر يعني راح تقدر تلمو عادي. بالنسبة لاباط يا البنات تكون طرية فقط، يعني ما تكونش يابسة وما تكونش جارية، خلاص تكون طرية يعني نوعا ما. كيما شفتوا ونروح نطمها بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه، يعني ما نقطعهاش يا البنات، ما نعجنهاش بالتقطاع اكيد، يعني نروح نحاول ندلكها فقط كيما نعجنوا المسمن. وراح نلموها واحد ل5 دقائق وحنا نديروا لها كيما هك حتى نتحصلوا على عجينة متماسكة. هذه يا البنات كيما شفتوا العجينه تاعي، يعني بعد ما لميتها تحصلت على هذا الوجه اللي راكم تشوفوا فيه. راح نخليها تريح ونعاودوا نرجعوا ليها. كيما قلت لكم حبوباتي هذه هي اول افتتاح ليا للمقهى، يعني اول حلوه يعني فتحت بها مشروعي وخدمت منها يا البنات. واش نقول لكم ما شاء الله يعني حاجه تمشي في المقهى والله مشات لي قد القريوش، يعني خدمت منه بكميات كبيره. واش نقول لكم يا البنات عييت نخدم 200 حبة في النهار، زي النهار نزيد نعاود نخدم بنفس الكمية، يعني يمشي ما شاء الله. كيما على بالكم معسل، فيه الجلجلان، يعني يشهي يجي سخون. واش نقول لكم كامل الرجال يحبوا هذاك التقرميش وكل شيء، يعني خدمت منه بكثرة. لذلك يا البنات اللي حبت تبدا مشروعها يعني تبدا ما عندها فيه تسنى تتكل على ربي سبحانه. الوصفة راهي امامكم عطيتها لكم بالتفصيل الممل بالمقادير مضبوطة، يعني قيس 80 حبة، يعني كمية ما شاء الله تقدر يعني تخدمها أول مرة وتمدها للمقهى.
أكيد يا البنات يكون معسل، يكون نقي، يكون مقرمش، يكون جديد، يعني يكون ما شاء الله على بها يا البنات. واش قلت لكم يعني الخدمة النظيفة، الخدمة النقية تلعب دور كبير. نرجعوا العجينة تاعنا قبل ما يفوت المقطع وراح نكمل لكم بإذن الله. كيما شفتوا يا البنات كنت قطعت كامل العجينة تاعي عيني ميزاني وكورتها بهذا الحجم، وراح نخليها تريح مدة ربع ساعة، وراح نروحوا نفتحوها بالحلال. وتاني حاجة يا البنات هاد الوصفة يعني بالنسبة لهاد الوصفة تاع القريوش اللي يجي مقرمش واللي يجي فارغ من داخل ويجي مورق ما شاء الله، لازمكم هاد الآلة اللي راكم تشوفوا فيها تاع القريوش أو تاع الشخشوخة، يعني راح تساعدكم بزاف بزاف. ننصحكم بها يا البنات. أنا أول حاجة يا البنات شريتها اللي هي هاد الآلة كامل، يعني ما كان عندي حتى شيء. كي كنت بديت مشروعي ما كانت عندي حتى حاجة، يعني واش نقول لكم يا البنات المشروع تاعي بديته بضحكة ولعبة. يعني اللي حبتني ندير لها فيديو من هذا النوع تخلي لي في لي كومنتير، اكيد راح ندير لكم فيديو مفصل. هنا البنات راح نرجعوا العجينه تاعنا كيما شفتوا كنت فتحتها بالحلال، وراح نفتحها في الآلة هذه اللي راكم تشوفوا فيها من رقم واحد حتى الرقم 4 بهذا الشكل. يعني راح نفتحها في رقم واحد، نزيدها في 2، وراح نزيدها في رقم 4، وراح نروحوا لمرحلة التوريق. بالنسبة لمرحلة التوريق يا البنات بعد ما فتحتها في رقم 4 راح ندير لها كمية من المايزينا. المايزينا يا البنات ضرورية جدا في هذه الوصفة، لأنها راح تعطيكم هذاك التورق وهذيك الهشاشة وهذاك القرمشة، يعني اللي هي المايزينا. كيما شفتوا كنت طويتها على زوج يعني باه تتورق، وراح نديرها من رقم واحد حتى الرقم 4. كذلك يا البنات راح نعاود نفس الخطوات، يعني بديت من واحد حتى الرابعة فقط، ما درت حتى في رقم. هذه يا البنات يعني بديتها من واحد حتى الاثنين حتى الأربعة، وتحصلت على هذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. راح نعاود ندير لها كمية من المايزينا في الوسط، وراح نطويها بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه، ونخليها بجهة يعني تريح. لازم يا البنات وصفة القريوش يعني تريح مليح مليح، يعني راح تجيكم واحد لاباط يعني واحد الطراوة فيها ما شاء الله. كيما عودتكم يعني وكيما بديت معاكم في البداية راح نفتح العجينة تاعي بالحلال حتى يعني ما تجيناش خشينة في الآلة وما تفتحش معنا يا البنات. كي تكون خشينة في الآلة أكيد ما راحش تفوت. راح نفتحها من رقم واحد نزيد 2 حتى الرقم 4. يعني هنايا البنات الصورة راهي واضحة، راني ندير لكم بيدي باه تفهموا أكثر وأكثر. من بعد ما فتحتها في رقم 4 راح ندير لها كمية من المايزينا كيما قلت لكم، وراح نرجعها الرقم واحد، أكيد من رقم واحد حتى الرقم 4. هادي يا البنات كيما شفتوا كملتها كامل، يعني فتحتها من رقم واحد حتى الرقم 4. راح نطويها بهذا الشكل، راح ندير لها كمية من المايزينا وراح نخليها بجهة تريح. يعني كل ما ندير خبزة يعني راح نخليها تريح. هذه يا البنات من بعد ما كملت كامل العجينة تاعي ورقتها بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. ورقتها يا البنات جات ما شاء الله كيما راكم تشوفوا العجينة بيضة، يعني مورقة، ما عندي واش نقول لكم فيها تجي طرية ما شاء الله. وراح نبداو ان شاء الله. هنا البنات بديت باول وحده يعني ورقتها، يعني اول خبزه يعني كنت ورقتها راح نبدا بها. راح نفتحها من رقم واحد كذلك حتى الرقم 4. من بعد ما فتحتها يا البنات كيما راكم تشوفوا تحصلت على هاد الشريط اللي راكم تشوفوا فيه، يعني يجي يقطع لي واحد 6 حبات حتى ل7 حبات، يعني كمية ما شاء الله. هذه يا البنات راح نقطعوها بالجرارة. اكيد يا البنات هنا قبل ما نبداو درت هاد الورقه اللي راكم تشوفوا فيها، يعني درتها بقياس 10 سنتيمتر على 7، يعني حتى يعني تجيني كل حبه قد بعضها. يعني هنا البنات من الاحسن ديروا هاد الورقه اللي راكم تشوفوا فيها، يعني قطعوا بها من الاحسن تجيكم الحبه قد بعضها، بالاخص الاخوات اللي حابين يخدموها المقهى. اكيد يعني
تجيكم حبة قد خوتها، واللي حبت يعني تكبر في الحجم تجيها الحبة كبيرة، يعني تكبر الورقة فقط راح تجيها حبة ما شاء الله. أنا هنا يعني الزبونة طلبت مني حبات يكونوا ملاح فقط، ماهمش كبار وماهمش صغار، على بها درت هذا وراح القياس. نروحوا للأشرطة. بالنسبة للأشرطة يا البنات هنا ما راحش نحسب الأشرطة تاعي، لأني قصت الحبة تاعي بهذيك الورقة على بها يعني راح تجيني الحبة كامل قد خوتها. قلت لكم ما راحش نحسب، راح ندير عشوائي فقط. وهنا راح ندير كمية من المايزينا كيما عودتكم، وراح نطويها للمرة الأولى بهذا الشكل، يعني نحاول نضغط عليها في الأطراف بهذا الشكل. وراح نفتح كامل الأشرطة تاعي. أنا هنا يا البنات جاوني كل زوج مع بعضهم، وراح نطويها للمرة الثانية كيما شفتوا. نحاول نفتحها وراح نزيد نعاود نطويها للمرة الثالثة بهذا الشكل يا البنات. نحاولوا نفتحوها على الوسط، يعني نحاولوا نفتحوها في الوسط بهذا الشكل حتى نتحصلوا على هذا الشكل اللي يكون شكل سنبلة. الطريقة يا البنات جد جد واضحة، فقط يعني ركزوا مليح مليح. راح نطويها المرة الأولى والثانية والثالثة، راح نطويها المرة الثالثة، راح نقسمها في الوسط. هذه هي راح نكملوا نقطعوا كامل الأشرطة كما قلت لكم عشوائي فقط، ما راحش نحسب نهائيا. كما شفتوا بنفس الطريقة اللي درت المرة الأولى طويتها للمرة الأولى، راح نفتح كامل الأشرطة بهذا الشكل. كنت درت لها كمية من المايزينا حتى ما يلصقوش يا البناتي. بعدهم راح نضغط لها في الأطراف وراح نطويها المرة الثانية، نزيد نعاود نطويها المرة الثالثة ونحاول نقسمها في الوسط بهذا الشكل يا البنات. طريقة واضحة جدا حتى نتحصلوا على هاد السنبلة اللي راكم تشوفوا فيها. أنا هنايا البنات المايزينا تلعب دور كبير كبير حتى هادوك الورقات يعني أو هادوك الأشرطة ما يلصقوش في بعضهم وما يتعجنوش. يعني المايزينا راهي تلعب دور كبير كبير، قد ما درتيو المايزينا قد ما راح تجيكم النتيجة مليحة. راح يجي القريوش تاعكم مورق، يجي خفيف، يجي فارغ لداخل، تجي كل ورقة وحدها. ومن بعد راح نروحوا للقلي. بالنسبة للقلي يا البنات أنا كنت درت كمية كبيرة من الزيت، يعني الزيت تاعي ما يكونش قليل، راح يكون زيت غزير كيما راكم تشوفوا. الحبة تاعي لازم نغطسها داخل الزيت بهذا الشكل، يعني وراح نفتحها بالفرشيطة، يعني نحاول نفتح هذوك الأشرطة يا البنات غير بالعقل. أكيد راح يتفتحوا داخل الزيت لأني درت لهم كمية مليحة من المايزينا. راح تفتح كل شريط وحده. بالنسبة للزيت يا البنات ما يكونش الزيت تاعكم سخون سخون وين يوصل لمرحلة الغليان، أكيد راح يكون سخون ولكن ما راحش يكون غليان. أكيد يعني راح تدخلوا هذيك الحبة راح تطيب معاكم ديريكت، يعني لازم يكون الزيت تاعكم مليح فقط يعني حتى تطيب هذيك الحبة تاعكم وتجيكم مورقة لهلا وتجيكم فارغة الداخل. نكمل نقلي كامل الحبة تاعي بنفس الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. كيما قلت لكم يا البنات هاد العجينة راح تخرج لي 80 حبة، كمية كبيرة ما شاء الله. الأخوات اللي راهم حابين يبداو مشروعهم، يعني نقول لكم حبوباتي إلا كنتم مهتمين لا فيديو تاع المشروع كيفاش بديت المشروع تاعي، يعني راح نخليه لكم بإذن الله وراح نديره لكم في المرة الجاية أكيد إن شاء الله. وإلا كنتم مهتمين للوصفات اللي شاركتهم في المقهى واللي خدمتهم في المقهى بكثرة أكيد راح نشارككم حبوباتي. كيما على بالكم ما نبخلكم بحتى حاجة يعني تكون مفيدة لكم. الوصفات اللي درت في المقهى يا البنات ما يتعدوش وما يتحصاوش، يعني قد ما ندير لكم ما نفضش يعني وصفات بكثرة. واكيد راح نبدا لكم بالوصفات اللي كانوا يمشيو معاي بزاف بزاف واللي خدمت منهم بزاف. منها يا البنات اول حاجه يعني خدمتها اللي هي القريوش للمقهى وخدمتها بكميات كبيره. وبالنسبه للاسعار راح نخليه لكم في اخر لا فيديو. هنا يا البنات كيما شفتوا قليت القريوش تاعي بيان، خليته حتى خدا لي هذا اللون الذهبي اللي راكم تشوفوا فيه، يعني راح نديرو في هذا الكسكاس راح نخليه يقطر مليح مليح من الزيت وراح نكمل كامل الكمية تاعي نقليها. من بعد يا البنات راح نروحوا المرحلة التعسال. بالنسبة للتعسال يا البنات وهذه المرحلة جد جد مهمة جدا، يعني تبعوها فقط يعني راح تنجحوا في هذه الوصفة بإذن الله.
بالنسبة للعسل يا البنات اللي كنت صورتها معاكم يعني اللي هي المرجان، يعني عسل المرجان غنية عن التعريف، يعني كما راكم تشوفوا فيها يا البنات تجي خويترة تجي صفرة ذهبية ما شاء الله. أنا هنا يا البنات درت كمية من العسل، راح ندير لها كمية من ماء الزهر كيما على بالكم. عسل المرجان يجي ثقيل وكل شيء، أكيد راح نخففها بماء الزهر، وراح نديرها فوق النار حتى وين توصل لمرحلة الغليان، وراح نجي نعسل بها القريوش تاعي. كيما قلت لكم يا البنات لازم العسل تاعكم يكون سخون، والقريوش تاعكم يكون بارد. أنا هنا يا البنات فقط ملاحظة بالنسبة للجلجلان، يعني كنت حمصتها غير شوية فقط، يعني باه ما ديرليش هذيك الريحة في القريوش تاعي حتى ويطول القريوش، أكيد ما راحش دير فيه هذيك الريحة تاع الجلجلان. نروح نعسل كامل الحبيبة تاعي بهذه الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. بالنسبة للحبة تاعي تاع القريوش يا البنات لازم نغطسوها في العسل، يعني نديروا لها كمية من العسل كيما على بالكم، العسل سخون القريوش بارد، أكيد يعني راح يعطيها واحد القرمشة ما شاء الله. بالنسبة لهاد اللي تاع القريوش يا البنات 80 حبة، يعني أخدات لي كيلو تاع العسل، يعني هاد البواطة تاع العسل اللي راكم تشوفوا فيها يعني درتها كاملة، ودرت معاها كمية من ماء الزهر. كل ما ندير كمية من العسل كل ما نروح نخففها بماء الزهر ونديرها فوق النار حتى وين تغلى جيدا. هنا يا البنات كل ما نعسل هذيك الحبة كل ما نروح ندير لها كمية من الجلجلان كيما على بالكم. قد ما يكون العسل قد ما راح تكون تلصق لي هذيك الجلجلان تاعي مليح مليح. بهذه الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها يعني نحاول ندير كمية مليحة من الجلجلان فوق الحبة تاعي تاع القريوش. وهنا يا البنات راح نروحوا للأسعار. الأسعار يا البنات اللي هي يعني جد جد مهمة جدا. أنا يا البنات في الوقت اللي كنت نخدم فيه لي كوموند للمقهى كنت نحسب فيها الحبة 15 مية، ولكن لهذا الوقت اللي راكم تشوفوا فيه يعني كيما على بالكم الأسعار يعني راهي غير ترتفع فقط، يعني خود وهي تزيد. أكيد الحبة تاعكم ما راحش تحسبوها 15 مية، يعني اللي حبت تحسبها 2000 واللي حبت تحسبها 2500، يعني هنا راح ترجع للمقهى اللي تخدموا فيها. أكيد يا البنات راح تلعب دور كبير المقهى تاعكم، يعني قد ما كانت كبيرة وقد ما كانت بلاصة يعني ماهيش إيزولي راح تخدم بيا، وأكيد راح تخدموا بالسعر اللي تحبوا أنتوما. ومن بعد ما عسلت القريوش تاعي البنات راح نخليه يقطر وراح نديرو داخل العلبة تاعي كيما على بالكم. لكم هاد القريوش يعني كطلبية للزبونة على بيها راح نديرو داخل العلبة. انا هنا البنات كيما شفتوا العلبة تاعي درت لها هاد البلاستيك اللي راكم تشوفوا فيه، يعني حتى ما يتشمخليش البواط تاعي وحتى ما يشربليش كامل العسل اللي درتها في القريوش. هذه يا البنات راح نستف كامل الحبيبة تاعي داخل العلبة بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. بالنسبة للأخوات اللي مازالهم متخوفين من هذه المشاريع نقول لكم حبوباتي اتكلوا على ربي سبحانه، أكيد راح يوفقكم إن شاء الله، وخدموا بنيتكم أكيد ربي سبحانه راح يسهل لكم في مشاريعكم. وهذه هي الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم، وهذه هي النتيجة اللي راكم تشوفوا فيها يا البنات. نتمنى لا فيديو تاع نهار اليوم يكون نال إعجابكم، نتمنى تكونوا استفدتوا ولو بالقليل إن شاء الله. كما قلت لكم حبوباتي اللي راهي مهتمه لي فيديو الجايين يعني تخلي لي في التعليقات، اكيد ما راح نبخلكم بحتى حاجه تكون مهمه لكم وتكون فايده لكم. بالنسبه للسعر تاعنا تاع القريوش بالكيلو نحسبه 75 الف الكيلو يا البنات. وقلت لكم يعني الاسعار راح تبقى كل منطقه كيفاش، كل ولايه كيفاش، كل بلديه كيفاش تحتسب الاسعار تاعها. وهنا حبوباتي ما عليا غير نخليكم مع هذيك القرمشه يعني اللي راح تستمتعوا بها في اخر لا فيديو. قسمت معاكم حبيبه تاع القريوش، اكيد راح تشوفوا القرمشه تاعها وتشوفوا الفراغ تاعها من داخل كيفاش تجي مورقه ان شاء الله. نقول لكم حبوباتي دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم حبيباتي، نتمنى نلقاكم بألف خير وفي أحسن أحوالكم إن شاء الله. كيما راكم تشوفوا حبوباتي عاودت رجعت معكم بلا فيديو تاع نهار اليوم، ما طولتش عليكم وعاودت رجعت معكم لأني نتوحشكم بزاف بزاف وراكم عزاز عليا بزاف بزاف. يعني سبحان الله يا البنات كيما نشاركش معكم فيديو نحس روحي يعني حاجة ناقصتني. هذه يا البنات كيما شفتوا بديت معكم بلا فيديو تاع نهار اليوم اللي راح يكون فيه كيكة عيد ميلاد خاصة بالبنوتات. بالنسبة لهاد الكيكة يا البنات كنت شاركت معكم كيكة من قبل بنفس
بنفس الشيء، ولكن يعني كيما نقول لك في الإعادة إفادة، يعني حبيت نزيد نشارك معكم هاد الكيكة للاستفادة أكثر وأكثر. هذه البنات راح نبداو على بركة الله. كيما شفتوا طلعت معكم زوج كيسان شونتيي، طلعتهم بكاس ما بارد. بالنسبة للأخوات اللي راهم يسقسيو على شونتيي وعلى نوعية الشونتيي، راح نخلي لكم لا فيديو أسفل التعليقات. يعني كنت شاركت معكم لا شونتيي اللي نخدم بها، ولكن هادو الأخوات اللي راهم يسقسيو أكيد راهم دخلوا جدد على بها، يعني مازالوا ما شافوش لي فيديو اللي كنت شاركتها معكم. بالنسبة لاجينواز ديال البنات يعني راني مشاركتها معكم، راح نخلي لكم لا فيديو اسفل التعليقات، دخلوا وشوفوا لاجينواز، شوفوا لا كريم شونتيي النوعيه اللي راني نخدم بها وكيفاش. بالنسبه للقياسات تاع هاد الكيكه البنات فيها 25 على 20 على 25 عفوا 25 على 25. وهذه البنات كيما شفتوا. بالنسبه لا جينواز راح نخليها لكم اسفل التعليقات، يعني راح تلقاوها بالتفصيل الممل. كيما شفتوا يا البنات كنت قطعت هذوك لي شيت، يعني درتها ب7 حبات بيض، 2 طبقات، درت طبقه ب3 بيضات. يعني الاخوات اللي شاهدوا لا فيديو اكيد راح يتفكروها. وهذه كنت نحيت لي شيت وراح درتها في هذا السرسو اللي راكم تشوفوا فيه. بالنسبه لهذا السرسو يا البنات، بالنسبه للسرسو راهم يتفرقوا وكاين نوعيات بزاف، كاين اللي يجي خفيف وكاين اللي يجي ثقيل. انا تاعي هذا يا البنات يعني ثقيل ما شاء الله. بالنسبه للسعر تاعو ديال 120 نف، يعني ساعدني بزاف كي نجي نمونطي الكيك تاعي ونعاود ندخلو الفريجيدار يخرج ما شاء الله. يعني تخرج الكيكه تاعي مليسيه خالصه. هذه البنات كيما شفتوا راح ندير كميه من لا شونتيي. لا شونتيي تاعي كيما قلت لكم طلعت زوج كيسان شونتيي بكاس ما بارد، درت لها زوج مغار الشوكولا اطارتيني. كيما شفتوا تحصلت على هذا اللون اللي راكم تشوفوا فيه واحد اللوغو ما شاء الله. يعني وما عندي واش نقول لكم، حتى يعني زبونه وعاودت رجعت لي قالت لي الكيكه تاعك يعني جات ما شاء الله. كيما على بالكم حبوباتي خدمتي متاكده منها، ولكن يعني كيزيدوا يشجعوني ويزيدوا يشكروني نزيد نقدم لكم الافضل والافضل. هذه البنات كيما شفتوا درت لها كميه من لا شونتيي تكون مليحه، وراح ندير لها كميه من الشوكولا اطارتيني. بالنسبه للشوكولا هذه البنات شوكولا اوبتيلا، يعني شوكولا عاديه يعني بنينه ما شاء الله. كما قلت لكم سبحان الله يا البنات الكيكه تاعكم كي تدخلوها الفريجيدار تبات وتخليوها ليله كل، يعني تجي واحد البنه ما شاء الله. تجي الكيكه تاعكم شاده روحها، نتوما تاكلوا وانتوما ما تحسوش بها نهائيا. وبالنسبه للكيك يا البنات اللي يكون جديد صراحه يعني لا كريم تاعو تكون تقهم وتكون ثقيله شويه. كيما قلت لكم يعني من الاحسن الكيك تاعكم تبيتوه في الفريجيدار ليله كامله. هذه من بعد ما كملت الطبقه الاولى اكيد راح نروحوا للطبقه الثانيه. كيما قلت لكم يا البنات هاد لاجينواز درت 7 حبات بيض، يعني خرجت لي زوج طبقات. وبالنسبه للطبقه الثالثه درتها ب3 بيضات فقط. يعني كنت شاركت معكم لا فيديو من البدايه حتى للنهايه اخواتي، يعني ما حبيتش نزيد نعاود لكم الوصفات لانه لا فيديو يجي طويل وكاين اخوات يملوا من لي فيديو اللي يكونوا طوال على بها. يعني ما حبيتش نزيد نعاود نشاركها معكم، وراح تلقاوها في لا فيديو اكيد راح تزيدوا تستفادوا اكثر واكثر. بنفس الطريقه اللي درت في المره الاولى درت كميه من لا شونتيي. بالنسبه لا شونتيي اللي نستعمل يا البنات اللي هي بلانشناج ما شاء الله، يعني قد ما نشكرها قد ما قليل. تجي ما شاء الله تجي شاده روحها، تجي خفيفه، تجي بنينه. ما عندي واش نقول لكم بالنسبه للسعر تاعها، يعني راني خليت لكم كل شيء بالتفصيل الممل. هذه من بعد ما كملت الطبقة الثانية نحب نشارك معكم حبوباتي هاد الخطوات. يعني كاين اخوات مبتدئات خلاص يعني مازالوا ما دخلوش في هذا المجال نهائيا، يعني ما يفهموش في هاد الحوايج نهائيا. هذه البنات درت معكم الطبقة الأخيرة عفوا، يعني نحاول نضغط عليها قد ما نقدر يا البنات يعني حتى يشدوا بعضهم مليح. كما قلت لكم راح نشربها بيان وراح ندير لها كميه من لا كريم شونتيي. بالنسبه للا كريم يا البنات اللي نديكوري بها اللي نخليها للطبقه الاخيره توجور نطلعها وحدها، يعني نطلع لا كريم اللي نحشي بها نطلعها وحدها، ولا كريم اللي نديكوري بها ونديرها للطبقه الاخيره نديرها وحدها، يعني باه تبقى معايا جديده وتبقى شاده روحها بيان. كيما شفتوا بالنسبه لا شونتي اللي حشيت بها الكيكه من داخل، يعني كنت درت فيها كميه من الشوكولا اطارتيني، يعني ما نحتاجهاش تكون بنيه، نحتاجها الطبقه الاخيره تكون بيضاء. على بها خليتها يعني طلعتها وحدها. هذه هي البنات بالنسبه لهاد السباتيل، يعني كنت شاركتها معكم في الادوات اللي خاصين بالباتيسري، يعني تلقاوهم في لي فيديو. تساعدني بزاف يعني تليسي ما شاء الله.
هذه يا البنات كيما راكم تشوفوا باللي سارسو يعني مازال فيه هذيك البروده تاع الفريجيدار، خليتها في الثلاجه يا البنات من الفوق في المجمد. كاين اخوات يعني راهم يبعثوا لي البري فريجيدار، يعني وضحي لنا بيا اسكو فريجيدار برك اسكو مجمد، يعني خليتها تبات في المجمد. كيما شفتوا يا البنات من بعد ما نحيت سارسو نحيته بكل سهوله كيما راكم تشوفوا طبقات، يعني جاو ما شاء الله. لا كريم تاعي شاده روحها بيا، يعني تقدر تخدمها، تقدر تليسيها، تقدر ديكوريها كيما حبيتي، تقدر تتحكم فيها ما شاء الله. هذه هي كيما شفتوا. راح نروحوا لا كريم شونتيي خليتها يا البنات للنهار الاخر اللي جيت نديكوري فيه. اكيد يعني ما كنتش طلعتها من قبل، طلعتها في الدقيقه هذه يا البنات اللي راح نخدم بها. الكيكه تاعي بات في الفريجيدير، اما لا شونتيي خليتها الدقيقه الاخرى وعاود طلعتها، يعني عاود طلعت كاس ونص شونتيي بكاس غير ربع ما بارد. هذه البنات راح نغلف الكيكه تاعي بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. راح نليسيها بهذا السباسي، عفوا بهذا الكوبات اللي راكم تشوفوا فيها. الطريقه يا البنات جد سهله وكل شيء راه واضح، كل شيء امامكم. عمري خبيت عليكم حاجه، عمري بخلتكم بحاجه، لانكم عزاز على قلبي بزاف بزاف. يعني نحب نشارك معكم جميع الخطوات. اللي ما راهيش فاهمه حاجه، اللي راهي حابه تستفسر على حاجه، يعني الفيس يعني تتواصل معي في الفيسبوك او تخلي لي تعليقات. راني نرد على كامل التعليقات اللي نشوفهم واللي نقراهم واللي نقدر عليهم، راني نرد عليهم. وديما حبت يعني تواصل معي في البريفي كذلك، يعني تبعت لي. وثانيا البنات عندي جروب في الفيسبوك، يعني اللي حبت تشاركني تطبيقاتها، اللي حبت يعني تبارطاجي معايا في الجروب، اكيد راح نخليه لكم اسفل التعليقات، يعني حتى يستفادوا كامل الاخوات معنا. هذه البنات كيما شفتوا ليسيتها كامل. بالنسبه للسطح اللي راكم تشوفوا فيه من الفوق يعني ما نحتاجوش يكون ليس، لانه راح نحطوا عليه الصوره يعني ما يجيش يبان نهائيا. هذه البنات كيما شفتوا راح نروحوا لا شانسيي اللي نديكوريو بها الكيكه تاعنا. بالنسبه لادوي هذا يا البنات اللي راكم تشوفوا فيه، هذا هو اللي راح نستخدمه في لا ديكو. كيما شفتوا طلعت كميه من لا شانتيي كيما قلت لكم كاس ونص، يعني شانتيي درتها بكاس غير ربع ما بارد، يعني كميه درت لها لاغون تاع الفراز، يعني درت لها منكه فراوله، وكميه يعني خليتها بيضاء عادي نورمال. راح نديكوري بها الكيكه تاعي، يعني راح ندير ميلونج ما بين لا شانتيي. هذه هي البنات طريقة يعني راهي واضحة في الصورة راهي تشرح. ثانيا البنات بالنسبة للادوي اللي راح نستخدم فيه هاد الكيكة، هذا هو اللي راكم تشوفوا فيه، راهو متواجد في كامل المحلات، يعني السعر تاعو يدير 7000. كما قلت لكم يعني راح نديكوري به الكيكة تاعي، يعطيني منظر للكيك ما شاء الله. وتاني راح نروحوا للحاجه اللي جد جد ضروريه ومهمه بالنسبه للاخوات اللي راهم يسقسيو واللي راهم حابين يستفسروا على هاد الصوره اللي راكم تشوفوا فيها. يعني لا فيديو هذا يا البنات، يعني كي تعاود حطيت لكم نوع هذا تاع لا فيديو يعني للافاده فقط. كما قلت لكم بالنسبه لهاد الصوره يعني كاين اخوات راهم يقولوا لي باللي كي تحطها فوق لا شانتي يعني تتكمش. نقول لكم حبوباتي علاش تتكمش، يعني كي تكون عفوا يعني لا جينواز ديما نديرها شانتيي. كي تكون لا شانتيي تاعكم يعني تلقى روحها ماهيش شاده روحها بيان، يعني راح تتكمش. على هذه البنات نقول لكم يعني كي تغلفوا الكيكه تاعكم دخلوها للفريجيدار تبرد مليح مليح، وروحوا ديروا فوقها هاد الصوره اللي راكم تشوفوا فيها وتضغطوا عليها كيما شفتوني. يعني كنت نضغط عليها غير بالعقل برك، يعني ما نتكاش عليها بيا يعني حتى تدخل داخل. حاول نضغط عليها مليح حتى تحكم كامل السطح. وهادو هما بالنسبه للديكو. راح ندير هاد لي غوزات اللي راكم تشوفوا فيهم بهذه الطريقه، طريقه جد سهله وكل شيء راه واضح. نايل البنات راح نكملوا لا ديكو. بالنسبه للديكوراسيون راح يكون خفيف ظريف لهاد الكيكات. يعني هذه هي النتيجة النهائية اللي تحصلنا عليها كما راكم تشوفوا حبوباتي. كيكة ما شاء الله، كيكة ولا أروع. نتمنى يكون لا فيديو تاع نهار اليوم نال إعجابكم إن شاء الله. وانا حبوباتي راح نروحوا للأسعار. بالنسبة للأسعار يا البنات يعني كل وحدة كيفاش راهي تحسس بالأسعار. نقول لكم حبوباتي كل وحدة يعني تحسس بالأسعار على حساب السلعة اللي راهي تقضي فيها. كل وحدة يعني من الأحسن والأحسن يعني تستشير الأصدقاء اللي راهم يخدموا في نفس الولاية، يعني حتى يكونوا
الاسعار ثابتين وبنفس السعر. وهذه البنات بالنسبه للسعر تاع هاد الكيكه حسبتها 250 الف. نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو تاع نهار اليوم. ما عليا غير نخليكم نقول لكم تهلاو في رواحكم لنا موعد جديد. السلام عليكم حبيباتي، نتمنى نلقاكم بالف خير وفي احسن احوالكم ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا حبوباتي عاودت رجعت معكم بلا فيديو تاع نهار اليوم اللي راح تكون فيه حلوى الطبقات معشوقة الجماهير. ما كانش اللي جربت هاد الوصفه وما نجحتش معها. حبوباتي قبل ما نبداو في الفيديو خليو لي هذيك الجام، خليو لي هذاك الكومنتير، وراح نبداو على بركه الله في المقادير اللي هما مقادير جد بسيطين. كيما شفتوا عندي هاد الكاس اللي توجور نكيل به معاكم يا البنات. كاس راهو متواجد في كامل البيوت الجزائريه. عندي كاس نقص غير صبع زبده. بالنسبه للزبده تكون دافيه فقط، يعني ما تكونش سخونه ما تكونش بارده، يعني تكون دافيه حتى يعني كي نضيفوا لها هذاك النصف كاس العسل راح يذوب معها فاسيلمون. كما قلت لكم بالنسبه للعسل يا البنات نستعمل توجور العسل عسل المرجان. كما على بالكم غنيه عن التعريف، يعني عسل ما شاء الله. عندي نصف كاس سكر. بالنسبه للسكر سكر يعني عادي اللي نشربوا به قهوه حليب. ثانيا البنات من بعد ما خلطت كامل المقادير مع بعضهم اللي هما الزبده السكر العسل نروح نديرهم فوق النار. كما شفتوا خليتهم يعني حتى وصلوا لمرحله الغليان. بالنسبه لهاد الوصفه يا البنات يعني راهي ناجحه مضمونه 100%. كيما شفتوا خليت كامل المكونات يعني حتى وصلوا لدرجه الغليان. ضفت لهم ملعقه بيكربونات. بالنسبه للبيكربونات يا البنات اللي نستعمل هذه اللي صورتها معكم. كيما راكم تشوفوا يعني نخلطوا كامل المكونات اللي هما الزبده العسل وهذيك الملعقه تاع البيكربونات والسكر، نخلطوهم جيدا حتى نتحصلوا على هذه الرغوه. هنا يا البنات نضمنوا باللي الحلوه تاعنا راهي ناجحه 100%. كيما شفتوا خلطت كامل المكونات راح نديرهم في هاد الغيسيبيون اللي راكم تشوفوا فيهم. نبقى نخلط فيهم يا البنات حتى يعني يبقاو دافيين فقط، ما لازمش تكون سخونه لانه راح نضيفوا لها البيض. اكيد يعني لو كانت تكون سخونه يا البنات اكيد راح البيض تاعنا راح يطيب. هذه هي البنات بعد ما بقيت نخلط فيها وكل شيء يعني وصلت حتى وين دفات راح نضيف لها بيضه كامله وصفار بيضه ونواصل في الخفق الجيد بالفوي. يعني كيما على بالكم الفوي البنات راح يساعدنا بزاف في الحلان وكل شيء. هذه هي نكمل بالفوي ونروحوا للفارينه. بالنسبه للفارينه يا البنات راح نضيفوها تدريجيا، يعني ما راحش نعطيكم المقادير المضبوطه. هذه هي الفارينه اللي نستعمل يا البنات، فارينه سيم او كنزه، هادو هما الفارينه اللي توجور نخدم بهم. كيما شفتوا ضفت الفارينه تاعي وخلطتها جيدا تحصلت على هذا القوام اللي راكم تشوفوا فيه يا البنات. واحد البنه واحد لوغو ما شاء الله، يعني جربوها وما راحش تندموا. راح نكمل نضيف الفارينه تاعي تدريجيا وراح نخلطها بيدي هنا يا البنات باستعانه اليد. في الاول يعني حليتها بالفوي. كيما على بالكم الفوي ثاني يا البنات راح يساعدكم بزاف بزاف والفارينه تاعكم تدخل يعني تجي القوام ما شاء الله. هذه هي راح نكمل الفارينه تاعي نضيفها كل مره تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه وبهذا القوام اللي راكم تشوفوا فيه. كيما شفتوا يا البنات اللون تاع العجينه تاعنا يعني يشهي ما شاء الله، يعني واحد البنه واحد لوغو يسخف. هذه هي من بعد ما خليت العجينه تاعي تروبوزي مده 10 دقائق راح نروحوا للبلاطو. بالنسبه للبلاطو يا البنات اللي راح نستعمل فيه 20 على 20 سنتيمتر، يعني توجور راكم مهتمين بهاد القياسات فيه 20 على 20. بالنسبه لهاد الكميه يعني قطعت لي كميه ما شاء الله راح نخليها لكم في اخر لا فيديو. كيما شفتوا يا البنات قطعت البابي كويسون تاعي على حجم بحجم يعني البلاطو تاعي. وراح نروحوا العجينه تاعنا من بعد ما خليتها ريحات مده 20 دقيقه. كيما على بالكم يا البنات لاباط يعني قد ما خليتوها ريحات قد ما راح تجيكم ما شاء الله. كيما راكم تشوفوا فيها يعني العجينه وحدها يعني راهي تسخف، يعني تجي هشيشه تذوب في الفم. هذه هي البنات يعني وزنت كامل الكويره تاعي، واللي ما عندهاش الميزان تقدر ما توزنش يعني عينك ميزانك. وراح نروحوا نفتحوا العجينه تاعنا فوق هذا البابي كويسون. كيما على بالكم هذا البابي كويسون قيستو بالبلاطو. راح نفتحوها كامل على هذاك الكارت اللي راكم تشوفوا فيه. هذه يا البنات كيما شفتوا من بعد ما فتحت كامل العجينه تاعي راح يخرجوا لي هذوك لي شيت، يعني راح نفتحوها يعني بسمك يكون ما هو خشين ما هو رقيق، يكون مليح فقط كيما يعني راهو موضح في الصوره. كيما على بالكم فيها البيكربونات اكيد راح تزيد تطلع معاكم في اللوفور. هذه يا البنات راني راح نفتح كامل الطبقات بهذا الحجم اللي راكم تشوفوا فيه وبهذا السمك اللي شفتوه، وراح نديرها داخل البلاطو بهذا الشكل. بالنسبه للفوغ تاعي البنات راهو يسخن على 150 درجه، اكيد يعني نروحو نسخنوا الفوغ تاعنا من قبل.
كيما شفتوا يا البنات من بعد ما بلاطيتها في البلاطو بهذا الشكل راح نثقبها بالفرشيطه. كيما على بالكم يعني كي ندخلوها لو فوق اكيد راح تنتفخ معنا، وراح يعني نتلقاو هذوك الحبيبات اللي يجيو مفقعين وكل شيء على بها، يعني نحب نثقبها. هذه البنات كيما شفتوا من بعد ما طيبت الطبقه الاولى اللي راكم تشوفوا فيها، فتحت كامل الطبقات بحجم واحد بسمك واحد، يعني فوق هذاك البابي كويسون اللي قيستو على البلاطو. بالنسبه للطبقه الرابعه يا البنات، ديك الطبقه اللي راكم تشوفوا فيها يعني راح نرحيها في الاشوار وراح نغطي بها السطح كامل، يعني راح ندير بها كتزيين خفيف وبسيط. هذه يا البنات من بعد ما طيبت كامل الطبقات اللي راكم تشوفوا فيها شيشه ما تصوروش كيفاش تجي طريه وتذوب في الفم. هذه راح نروحوا للمونتاج. بالنسبه للمونتاج راح نمونطيوها داخل البلاطو، يعني راح تجينا الخدمه سهله وكل شيء. هذا هو المعجون اللي نستعمل يا البنات عمور، يعني يجي ما شاء الله كيما راكم تشوفوا يا البنات، يعني حتى البواط يعني وما يجيش معمر بزاف، ولكن يعني يجي طلق روحه ويجي ملس، يعني ما شاء الله. اللي حبت يعني تستعملوا يجي مليح. هذه هي كيما شفتوا درت الطبقه الاولى تاعي داخل البلاطو بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. يعني نقول لكم حبوباتي غير بالعقل على هاد لاباط تجي هشيشه تذوب في الفم، يعني كي تجيو ترفدوها يعني غير سيسوها فقط. هذه هي درت الطبقه الاولى درت لها كميه من المعجون، درت الطبقه الثانيه راح ندير لها كميه من المعجون. كما على بالكم هاد العلبه تاع المعجون راح ندير لكم كامل الطبقات وراح تبقى معكم كميه صغيره، يعني راح تكفيكم ما شاء الله. وراح نروحوا للطبقه الثالثه يعني اللي هي الاخيره كيما شفتوا يا البنات، يعني نهزها غير بالعقل. البابي كويسون راح يتنحى معكم فاسيل، ما خليتها يعني طابت، خديت هذا اللون الذهبي من تحت فقط، يعني ما شعلتش عليها من الفوق. كيما على بالكم غير ما تنشف فقط راح نحيوها فاسيلمون. هذه هي البنات راح نكمل نسوي كامل الطبقه الاخيره بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه، يعني نحاول ندير لها كميه مليحه من المعجون. هذه هي الكميه اللي بقات معايا من المعجون يا البنات، قلت لكم يعني علبه راح تكفيكم ما شاء الله. وهنا راح نروحوا لهذيك الطبقه اللي قلت لكم يعني راح نرحيها في الاشوار، راح ندير بها كتزيين خفيف وبسيط للحلوى تاعي من الفوق. كيما على بالكم هذه الحلوى يا البنات ما تكلفش نهائيا، يعني جد جد اقتصاديه، مقاديرها متواجده في كامل البيوت الجزائريه، يعني خفيفه ظريفه وتوجد بالخف، وراح تقطع معكم كميه كبيره ما شاء الله. هذه هي الطبقه اللي كنت رحيتها معكم في الاشوار. كما شفتوا حصلت على بسكوي ما شاء الله، راح نغطي به كامل السطح تاعي تاع هذه الحلوى اللي راكم تشوفوا فيها. كما قلت لكم يعني مش راح تكلفكم، مش راح دير لها تزيين، يعني راح يكون مكلف. وهذه هي البنات بالنسبه لهاد الحلوى يا البنات راح نخليوها تبات الليله كامله. انا كنت خدمتها معكم في الليل، وانتم اللي حبت يعني تخدمها في الصباح اكيد راح تقطعها في المساء، يعني لازم تاخذ وقتها وهي مريحه. كما على بالكم قد ما ريحت قد ما راح تجيكم سهله وسهله في التقطيع. من بعد ما كملتها كامل يا البنات يعني كنت فوت عليها سباتيل، يعني تحصلت على هذا الوجه الاملس. هذه يا البنات في الغد من داك، يعني من بعد ما خليت الحلوى تاعي بات ليلة كل، يعني جات ما شاء الله، جاتني سهله في التقطيع، جات تدب في الفم يا البنات، يعني غير ما تدخلوا فيها هذا الطابع اللي راكم تشوفوا فيه يعني راح تقطع معاكم فاسيلمون. بالنسبه للطابع يا البنات نتوما يعني تقدروا تستخدموا اي طابع يعني حبيتوه، اي شكل حبيتو تقطعوا به الحلوى تاعكم. كيما على بالكم انا نخدم توجور حسب طلب الزبائن تاعي. الزبونه حبت تقطعها كاري على بها يا البنات قطعتها معكم كاري، وانتم اللي حابه ديرها مثلث كيما قلت لكم يعني خدمتها معكم في الفيديو اللي من قبل. خلاص يعني كنت شاركتها معكم في الروتين، يعني اخوات بزاف دخلوا يحوسوا على هذه الحلوى وما لقاوهاش لاني شاركتها معكم في الفيسبوك. قلت محبوباتي راني درتها لكم في فيديو مفصل، يعني اللي تجي تحوس عليها راح تلقاها فاسيلمون. هذه هي البنات الحبه تاعي تاع الحلوى كيما راكم تشوفوا الطبقه تاعها يعني باينين جاو ما شاء الله. كميه المعجون جات باينه ما شاء الله، يعني جربوها وما راح تندموا، مقاديرها متواجده في كامل البيوت الجزائريه، يعني حاجه جد جد اقتصاديه. نكمل نقطع كامل الحبه تاعي تاع الحلوى بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. بالنسبه للكميه يا البنات اللي يحوسوا يفهموا شحال قطعت معايا نحب، قطعت لي 29 حبه، يعني كميه ما شاء الله، كميه لبس بها. بالنسبه للمقادير يا البنات كما شفتوا مقادير صغار، مقادير جد جد اقتصاديين. اللي حبت تحصل على كميه كبيره يعني ضعف المقادير راح تحصل على 60 حبه باذن الله.
هذه هي البنات النتيجة الأخيرة كما راكم تشوفوا. من بعد ما كملت كامل الحلوى تاعي درت لها تزيين خفيف ظريف، درتها في هاد لي كيسات اللي راكم تشوفوا فيها. وهنا حبوباتي نتمنى يكون لا فيديو تاع نهار اليوم نال اعجابكم ان شاء الله. نتمنى تطبقوا هاد الوصفة وتجربوها. الاخوات اللي راهم حابين يشاركوني تطبيقاتهم على الجروب تاعي على الفيسبوك راح نخليه لكم في الرابط اسفل لا فيديو. هذه يا حبوباتي خليوا لي هذيك الجيم، خليوا لي هذاك الكومنتير، يعني كما راكم تشوفوا يا البنات راني نتعب على هذه القناه، ولكن يعني المشاهده راهي جد جد منعدمه. هذه يا البنات خليكم نقول لكم حبوباتي سلام. السلام عليكم حبيباتي، نتمنى نلقاكم بألف خير وفي أحسن أحوالكم إن شاء الله. كيما راكم تشوفوا حبوباتي عاودت رجعت معكم بلا فيديو تاع نهار اليوم اللي راح يكون جد جد رائع. وهنا حبوباتي قبل ما نبداو في لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم اهبطوا ديروا لي هذيك الجام وكملوا لا فيديو تاعكم على بركة الله. كيما شفتوا يا البنات جبت لكم كيكة خاصة بالبنوتات تجي ما شاء الله. حبوباتي نقول لكم كملوا لا فيديو الأخير راح تشوفوا كامل المراحل. اللي مازال ما دارتش كيكه يعني راح ديرها وعينيها مغمضين، واللي حابه تتعلم اكيد راح تستفاد باذن الله. هذه يا البنات راح نروحوا للمقادير تاعنا. احنا بالنسبه للمقادير عندي 7 حبات بيض. بالنسبه للبيض تاعي يا البنات توجور نوصيكم ونعاود نقول لكم البيض تاعكم توجور يكون بدرجه حراره المطبخ، يعني ما لازمش البيض تاعكم يا البنات يكون بارد، لانه الجينواز تاعكم ما راحش تنجح بالبيض كي يكون بارد. هذه يا البنات القاعدة نتمنى يعني تستفادوا منها مليح مليح. توجور البيض تاعكم يعني خرجوه من الفريجيدار من قبل. وراح نقول لكم هذيك القرصة تاع الملح يا البنات اللي توجور خصكم تنساها انتوما ما تنساوهاش. قلت لكم يعني عندي 7 حبات بيض، عندي قرصة ملح. راح نروحوا للسكر. بالنسبة للسكر يا البنات كاين اخوات ما عندهمش الميزان، يعني توجور نعطيكم الميزان، نعطيكم المقادير بالميزان ونعطيكم المقادير بالكاس اللي كامل البيوت الجزائرية عندهم هذا الكاس. عندي 210 غرام سكر بالكاس، يعني كيلتها جاتني كاس سوا سوا يا البنات، يعني كما راكم تشوفوا كاس معمر. وبالميزان اللي هي 210 غرام سكر. راح نضيفوا السكر تاعنا للبيض اللي وكما قلت لكم هذيك القرصه تاع الملح راح نخفقهم جيدا في البيترا ونعاود نرجع معكم. وهنا حبوباتي كيما شفتوا من بعد ما خفقت البيض تاعي والسكر والقرصه تاع الملح خفقتهم جيدا يا البنات، يعني حتى تحصلت على هذا القوام اللي راكم تشوفوا فيه. وهنا راح نروحوا للفارينه. بالنسبه للفارينه يا البنات اكيد راح تكون القياس تاعها يعني راح يكون قد السكر، يعني 210 غرام فارينه. وسيت ثانية البنات نكيلها معاكم بالكاس. بالنسبة للكاس يا البنات رفدت لي هذيك 210 غرام رفدت لي كاس ونص، يعني بهذا الكاس اللي كيلت به السكر توجور راح نكيل به الفارينة. كيما شفتوا يا البنات درت كاس فارينة عمرته مليح يعني ودرته على 2 دفعات. درت الدفعة الأولى يعني خلطها من تحت للفوق، وضفت هاد الدفعة الثانية راح نخلطها من الفوق لتحت، وراح نضيف النصف كاس الآخر. كيما قلت لكم يعني رفدت لي كاس ونص فارينة. هذه يا البنات نتمنى تكونوا استفدتوا معايا ولو بالقليل. كما شفتوا حاولوا تركزوا فقط يا البنات راح تخدموها بكل سهولة. راح نغربل الفارينة تاعي ونعاود نكمل معاكم. كما قلت لكم يا البنات توجور نوصيكم نعاود مرحلة تغربيل جد جد مهمة، يعني لازم تغربلوا الفارينة تاعكم في لاجينواز وتخلطوها غير من الفوق للتحت بهذه الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. من بعد ما خلط الخليط تاعي راح نروحوا للبلاطو. بالنسبه للبلاطو يا البنات اكيد راح نعطيكم القياسات، لانه كاين اخوات بزاف يهتموا بالقياسات واللي هي جد جد ضروريه. بالنسبه لهذا البلاطو يا البنات فيه 30 على 25، يعني 30 على 25 يا البنات. وهذه الكيكه خاصه بالبنوتات فيها صوره. بالنسبه لهذه الصوره يا البنات يعني فيها واحد 25 هكاك على 15، يعني ما قستهاش صراحه ما قستهاش، ولكن عيني ميزاني فقط. كما قلت لكم يعني هاد البلاطو انا يعني ما
ما عنديش البلاطو اللي يجي قد الصوره هذيك تماما. على بها يا البنات واش رحت درت، يعني من بعد ما طابت الجينواز تاعي وكامل نحيت كامل لي شيت هذوك اللي يجيو زايدين على الصوره. باذن الله راح تشوفوا في كامل لا فيديو راح تشوفوه بيان وتستعينوا يعني بالصوره احسن واحسن. هذه يا البنات كيما شفتوا راح نضيف الخليط تاعي في البلاطو ونحاول نسويه بسباتيل، يعني نحاول ندير كامل الجهات قد بعضهم، يعني حتى ما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه. كيما قلت لكم يعني هاد الجينواز راح نتحصل بها على زوج طبقات. راح ندخلها اللوفور. بالنسبه للوفور يا البنات كنت سخنته من قبل على 150 درجه ونخليها طيب في راحتها، يعني ما نفتحش عليها الكوشه يا البنات نهائيا حتى تطيب وكامل. هذه هي كيما راكم تشوفوا من بعد ما طابت لاجينواز تاعي طابت لي بهذا اللون الذهبي اللي راكم تشوفوا فيه، جات ما شاء الله. بالنسبه لهاد الطبقة يا البنات كيما شفتوا فيها زوج طبقات، يعني من بعد ما راح نفتحها معاكم اكيد راح يرجعوا زوج طبقات. بالنسبه لهاد لاجينواز يا البنات كنت طيبتها في الليل، يعني جاتني طلبيه على غفله وكل شيء. طيبت لاجينواز تاعي في الليل، يعني راح نخليها تبات الغدوه الصباح ان شاء الله راح نقطعها معاكم وراح نمونطيها معاكم. هذه هي البنات كيما شفتوا بالنسبه لهاد الطبقه يعني اللي راكم تشوفوا فيها اللي راح تسقسيوني على المقادير تاعها. هنا واش درت يا البنات، درت 3 حبات بيض و90 غرام سكر 90 غرام فرينه، يعني درت نصف كاس سكر وكاس غير ربع فرينه. هذه هي البنات. وبالنسبه للطبقه الاخرى يعني كنت شاركتها معكم 7 حبات بيض، يعني خرجت لي زوج طبقات. بالنسبه لسبع حبات بيض يا البنات كان البيض تاعي يعني ماهوش خشين بزاف، يعني كان متوسط. على بها درت 7 حبات بيض، يعني من الاحسن ديروا 6 بيضات يكونوا بحجم كبير. هذه يا البنات راح نخلي لاجينواز تاعي تبات وغدوه ان شاء الله راح نمونطيها معكم ونقطع معكم لاجينواز كيما راكم تشوفوا فيها خفيفه هشيشه ما شاء الله. هذه يا البنات يعني في الغد من داك يعني جيت باه نقطع معكم لاجينواز تاعكم يعني تاعي ولا تاعكم كيف القناه هذه راهي قناتكم وانا راني ضيفه عندكم، ان شاء الله نكون خفيفه على قلوبكم. وهذه يا حبوباتي نكملوا لا فيديو تاعنا. كيما شفتوا راح نقطع لاجينواز تاعي، راح نحاول نقطعها يا البنات في الوسط، يعني حتى يجوني الطبقات متساويين يجوني قد بعضهم. كيما راكم تشوفوا يا البنات لاجينواز يعني قد ما نخليوها تبات قد ما هذيك الطراوه وهذيك الهشاشه يعني تجي خفيفه ما شاء الله. هذه يا حبوباتي نحاول نقطعها بالسكين، يعني يكون منشار ما يكونش سكين يعني عادي. نقطعها في الوسط بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. هذه هي النتيجة يا البنات كيما راكم تشوفوا، جات خفيفة هشيشة يعني قد ما نشكرها لكم قليل، يعني جات ما شاء الله. تحصلت على زوج طبقات كيما قلت لكم، يعني عوض ما نبقى نطيب يا البنات كل طبقة وحدها، يعني نبقى نكرر في هذه العملية 3 مرات، يعني فضلت اني ندير زوج طبقات في مرة واحدة وطبقة مرة واحدة. هذه هي البنات الصورة اللي راكم تشوفوا فيها، يعني راح نديرها فوق الكيكة تاعي بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. كما قلت لكم يا البنات هاد لي شيت اللي زايدين كامل راح نحيهم. بالنسبه لهاد الصوره يا البنات يعني غوفريط، يعني راح يكون غذائي، اكيد راح يكون غذائي ينتكل عادي. يعني بالنسبه للاخوات اللي ما على بالهمش كل شيء، بالنسبه لهاد الصوره يا البنات نقولها ونعاودها غوفريط غذائي يعني يتكل عادي. هذه يا البنات كيما شفتوا نحاول نخلي 1 سنتيمتر بين الصوره وبين لاجينواز، وراح نقطع كامل لي شيت اللي يكونوا زايدين. كيما شفتوا يا البنات لاجينواز تاعي طريه يعني ما شاء الله تتقطع بكل سهوله، يعني مازال ما شربتها مازال ما حشيتها، يعني تتقطع بكل سهوله. بالنسبه لهاد لي شيت يا البنات انا ما نرميهمش، يعني توجور نخبيهم نستعملهم في لي ماغنوم كيك، يعني نخدم بهم بزاف حاجات. على بها يا البنات نديرهم في علبه ونخبيهم في الفريجيدير يبقاو كيما راهم. وهنا راح نروحوا للمونتاج. من بعد ما نحيت كامل لي شيت يا البنات يعني درت هاد السيرسو اللي راكم تشوفوا فيه
بالنسبة لهاد السيرسو يا البنات، يعني اللي مازال ما عندهاش هاد السيرسو يعني تشريه، يعني يعني راح يساعدها بزاف بزاف، يعني خدمته ما شاء الله، يعني تخدموا الكيك بعينيكم مغمضين. هذه يا البنات كيما شفتوا درت الطبقة الأولى تاع لاجينواز وراح نشربها بشربات عادي، درت 2 كيسان سكر كاس ما، يعني خليتهم غلاو جيدا وراح نشرب بيهم الكيكة تاعي. نحاول نشرب يا البنات الكيكة جيدا لأنه الزبونة طلبت مني الكيكة تكون مشربة. نحب بس نوصيكم ونعاود نقولكم يعني خدموا حسب طلب الزبائن تاعكم، يعني حتى ما توقعوش في أخطاء. بالنسبة لكريم شانتيه البنات، يعني كنت طلعت معاكم 2 كيسان. بالنسبة لهذا الكاس اللي راكم تشوفوا فيه توجور نستخدم فيه لا شانتيه، درت به 2 كيسان، راح يعني راح يحشي لي كامل الكيكه تاعي. وبالنسبه للتغليف يا البنات، انا توجور نخلي لا جينواز اللي نغلف بها ونديكوري بها نخليها في الاخير، يعني بعد ما تبرد الكيكه تاعي وكل شيء راح نعاود نطلع لا شانتيي اللي نحتاج باش نغلف الكيكه تاعي وباه نديكوري الكيكه. يعني من الاحسن يا البنات لا كريم شانتيي ما طلعوهاش كامل مع بعضها، كيما على بالكم يا البنات لا كريم شانتيي كي تخليوها اكيد ما راحش تبقى كيما تكون جديده. هذه يعني معلومه حطوها مليح مليح في بالكم. هذه يا البنات كيما شفتوا راح ندير درت كميه من لا شانتيي في الكيكه تاعي. بالنسبه لهاد الكيكه يا البنات راح نحشيها بلا شانتيي وراح ندير لها هاد التوبينغ اللي جاي بذوق الكراميل. جاي ما شاء الله يا البنات، جربوه وما راحش تندموا. يعني الكيكه تاعي يا البنات جات ما شاء الله، جات مشربه، جات بنينه بالاخص يا البنات. يعني أنا متأكدة من خدمتي وكل شيء، ولكن يعني الزبونة ردت لي وقالت لي جات ما شاء الله. على بها حبوباتي نأكد لكم نعاود لكم باللي هذا التوبينغ اللي بذوق الكراميل يجي ما شاء الله في الكيك. هذه البنات كيما شفتوا درت طبقة من لاكريم، درت طبقة من هذا توبينغ بذوق الكراميل، وراح ندير طبقة من لاجينواز. هذه البنات راح نكمل كامل الكيكة تاعي بهذه الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. يعني كل ما نشرب طبقة كل ما نروح نحشيها بيا. وهذه هي نحاول يا البنات ندير طبقة تكون مليحة من لاكريم وطبقة مليحة من الكراميل. هكذا يا البنات نضمن باللي الكيكة تاعي تجي مشربة وتجي بنينة طرية ما شاء الله. يعني نسلمها للزبونة وعينيا مغمضين. هذه يا حبوباتي راح نكمل كامل الطبقات بهذه الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. يعني كل ما نشرب طبقة كل ما نروح ندير لها كمية من لاكريم. بالنسبة لكراميل البنات شونتيي أكيد راح ندير لكم فيديو مفصل. يعني كاين أخوات بزاف راهي تشكي بزاف راهي تبكي، يعني خليوها لربي. بزاف ناس يعني راهي ما تنجحش في لاجين في لا شونتيي. راح نخليها لكم بإذن الله الفيديو مفصل. أنا هنا يا البنات هاد الكيكة يعني رفدت لي 3 كيسان كريم شانتيي. بالنسبة للكاس يعني توجور نكيل معكم بهذاك الكاس اللي كنت صورته معكم في بداية لا فيديو، درت به 3 كيسان. يعني جات سوا جات كمية لاباس بها، يعني الكيكة تاعي جات محشية مديكورية، يعني جات ما شاء الله. هذه يا البنات كيما شفتوا راح نكمل الطبقة الأخيرة، نحاول نشربها مليح كيما قلت لكم الزبونة طلبت مني أني نشرب لها الكيكة تاعها بيا. من بعد راح ندخلها للفريجيدار يا البنات، راح ندير الطبقة الأخيرة يعني وراح ندخلها للفريجيدار تبرد بيا. كيما قلت لكم يا البنات الكيك يعني لا حبيتو يجيكم ساهل وكل شيء دخلوه للفريجيدار، يعني اعطيوه وقته في الفريجيدار، يعني راح يجيكم ما شاء الله. هذه نحاول ليسي كامل الطبقة الأخيرة بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. نحاول ندير كمية تكون مليحة من لاكريم يا البنات هنا في الطبقة الأخيرة، يعني حتى تجيني الكيكة تاعي مغطية ونتحصل على طبقة تكون مليحة. بالنسبة لليساج تاع هاد الكيكة يا البنات يعني ما تحتاج ليساج يكون بيا من الفوق، لأنه راح نديرو هذيك الصورة. يعني ما كان لا تعيو رواحكم وكل شيء، تحاولوا ديروا ليساج بيا وكل شيء. قلت لكم راح نديرو هذيك الصورة، يعني كامل الكيكة راح تغطى. هذه هي البنات من بعد ما بردت لي الكيكه تاعي كل شيء راح نديمو ليها نحيو السيرسو كامل وراح نغطيو كامل الاطراف يعني بلا كريم شانتي. بالنسبه للاخوات اللي حبوا يغيروا في اللون تاع هاد الكيكه يعني يقدروا يضيفوا اي ملونات حبوهم. انا هنا حبوباتي نخدم توجور حسب طلب الزبائن تاعي، يعني ما نقدرش نغير في اللون بلا ما نطلب من الزبونه. هذه هي البنات يعني تقدروا تلونوا لا كريم شانتيي تاعكم باللون الوردي، يعني تجيكم ثاني ما شاء الله. كيما قلت لكم انا توجور نخدم حسب طلب الزبون تاعي.
هذه راح نكمل نغلف كامل الكيكه تاعي ونحاول ندخلها للفريجيدير بعد ما نليسيها وكامل يا البنات. كما قلت لكم نحاولوا نعطيوها حقها يا البنات في الفريجيدير. قد ما راح تدخلوها للفريجيدير مليح قد ما راح تعطيوها وقتها قد ما راح تجيكم شاده روحها. يعني تقدروا تتحكموا فيها كيما حبيتوا ديكوريوها كيما حبيتوا. يعني لو كان تخليوها يا البنات ما تدخلوهاش للفريجيدير راح تجيكم لا كريم هذيك يعني ما شاداش روحها وما تجيكمش الخدمه بيان فيني. كيما عودتكم في طريقة الليساج بهاد الكوبات اللي توجور نخدم بها يا البنات ليسيوها بهاد الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. نحاول ليسيها يعني كل مرة نمسح الكوبات تاعي وليسيها بيان. نخليكم يا البنات تشوفوا هاد المقاطع مليح مليح يعني بلا ما نكثر عليكم في الهضره وكل شيء لانه كاين اخوات بزاف بزاف راهم يشكوا من الهضره بزاف وكل شيء. نخليكم تشوفوا الصوره او لا فيديو بيان. من بعد ما كملت ليسيتها يا البنات كيما شفتوا راح نرفدها ونديرها فوق هاد الورق الذهبي اللي راكم تشوفوا فيه يعني خاص توجور بالكيك يعني هذه يا البنات. من بعد ما بردت الكيكه تاعي وكل شيء راح ندير لها هاد الصوره اللي راكم تشوفوا فيها يعني تجي غوفريط غذائيه البنات نقولها ونعاودها. كاين اخوات بزاف بزاف يعني ما همش متاكدين من هاد الورقه انها غوفريط غذائي تنتكل عادي. نحاول نضغط على الصورة تاعي يا البنات غير باليد فقط كيما راكم تشوفوا يعني راح تلصق فاسيلمون فوق الكيك. وهنا راح نروحوا لادوي اللي راح نستعمله يا البنات في هاد التزيين اللي راكم تشوفوا فيه. راح نستعمل هاد لادوي اللي راكم تشوفوا فيهم. طلعت نصف كاس شونتيي مع ربع كاس ما يعني هذه للتزيين فقط يا البنات. يعني كنت نكهتها بذوق الفراوله يعني حتى تحصلت على هاد اللون اللي راكم تشوفوا فيه هنا يا البنات ما درتش ملون درت لاغوم تاع الفراوله. هذه يا البنات راح ندير هاد لي غازات اللي راكم تشوفوا فيهم يعني راح نستعمل اللون الوردي وراح نستعمل اللون الابيض في لاكريم. هذه يا البنات راح نكمل لي غازات تاعي بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيهم. طريقه يا البنات جد جد سهله يعني بالنسبه للمبتدئات نقول لكم حبوباتي ركزوا مليح فقط يعني كل شيء سهل حاجه ما تجي واعره في هاد الدنيا. وراح نديروا هاد لي غوزاس في الاسفل بهاد لادوي اللي كنت صورته معكم. راح نكملها حبوباتي ونتلاقاو في نهايه لا فيديو. هذه يا البنات كيما راكم تشوفوا وصلنا لنهايه لا فيديو وهذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. كيما شفتوا يا البنات كنت درت لها هاد العقاش اللي جاي باللون الوردي يعني ضفته كإضافة فقط. وهاد البابيون اللي راكم تشوفوا فيها يا البنات كتزيين خفيف وبسيط. هذه يا البنات كما راكم تشوفوا درت معاهم هاد لي كاب كيك. بالنسبه لي كاب كيك يا البنات راح نخلي لكم الوصفه تاعهم اسفل لا فيديو. هنا ما شاركتكمش بهم يا البنات لانه لا فيديو جاني شويه طويل على بها ما حبيتش نشارككم بهم لانه كاين الوصفه في القناه اللي حبت يعني تطلع على الوصفة وكل شيء أكيد راح نخليها لكم أسفل لا فيديو أو في صندوق الوصف. ادخلوا وشوفوا كامل الوصفة يا البنات تجي ما شاء الله تجي ناجحة 100%. فرحوا بهم وليداتكم. هذه يا البنات نتمنى تكونوا استفدتوا من الكيكة تاع نهار اليوم. راح نخليكم حبوباتي نقول لكم تهلاو في رواحكم ولنا موعد جديد إن شاء الله مع فيديوهات قادمة. السلام عليكم حبيباتي نتمنى نلقاكم في ألف خير وفي أحسن أحوالكم إن شاء الله. كما راكم تشوفوا حبوباتي عاودت رجعت معكم بلا فيديو تاع نهار اليوم اللي راح يكون فيه طلبية تاع خيسان. هذه يا البنات نتمنى تشاهدوا لا فيديو الاخير وما تنساونيش بهذيك الجيم وبهذاك الكومنتير. وراح نبداو لا فيديو تاعنا على بركه الله. اول حاجه يا البنات راح نبداو بلا بات صابلي. بالنسبه لاباط صابلي يا البنات راهي متواجده في القناه يعني شاركتها معكم زوج خطرات هكاك يعني راهي متواجده ولكن راح نعاودها معكم. هذه هي كيما شفتوا مقادير جد جد بسيطه. واحد لاباط يعني تجي هشيشه تذوب في الفم يعني جربوها وما راحش تندموا. كيما شفتوا يا البنات راح نروحوا للمقادير على بركه الله. بالنسبه للمقادير يا البنات كما راكم تشوفوا عندي 250 غرام زبده طريه. ضروري يا البنات الزبده تاعكم تكون بدرجه حراره المطبخ. وبالنسبه لنوعيه الزبده اللي نستعمل زبده صول. كاين اخوات بزاف سقساوني واش نوعيه الزبده اللي تستعمل. نستعمل زبده صول. هذه هي كما قلت لكم 250 غرام
زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ، عندي 2 حبات بيض اللي هما بيضة كاملة، وصفار بيضة، عندي 2 مغارف مايزينا اللي هي النشا، وعندي كاس غير ربع سكر ناعم، وعندي كيس فاني. هادوما البنات المقادير كيما شفتوا مقادير جد جد بسيطة. نروح لطريقة التحضير. كيما شفتوا انا توجور نستعمل البيدرا، واللي عندها الباتير اكيد راح تستعمل باتير، يعني راح يعطيكم نفس النتيجة. كيما شفتوا حطيت الزبده تاعي، حطيت البيض، راح نضيف السكر، راح نضيف لافاني ونخفقهم جيدا كيما عودتكم يا البنات. يعني مرحله الخفق ضروريه جدا، يعني قد ما خفقتي ولا المقادير تاعكم قد ما راح يعطيكم نتيجه مليحه اللي صابلي تاعكم. هذه هي النتيجه يا البنات. كيما شفتوا من بعد ما خفقت كامل المكونات حصلت على هاد لاكريم اللي راكم تشوفوا فيها، يعني زبده تاعي اندمجت كامل مع كامل المكونات اللي شفتوهم. راح نضيف المايزينا، راح نضيف ملعقه صغيره خميره كيميائيه، وراح نخلطهم غير بالملعقه، ونبقى نضيف الفارينه تدريجيا. بالنسبه للفارينه يا البنات انا نستعمل الفارينه كنزه، وبالنسبه للمقادير تاع الفارينه اكيد يعني ما همش موزونين، حوالي 450 غرام هكاك. يعني انا الفارينه يا البنات نضيفها يعني حتى نتحصل على قوام يكون طري ومليح. من بعد ما لميت لاباط تاعي كيما شفتوا هاي البنات راهي طريه ما شاء الله، نخليها تريح مده 10 دقائق ونعاود نرجع ليها. من بعد ما ريحت لاباط تاعي البنات كيما شفتوا خليتها مده ربع ساعه، يعني كنت مشغوله شويه على بها، خليتها شويه طولت مده ربع ساعه، واللي هي من الاحسن يعني 5 دقائق 10 دقائق الاخر. وهذه هي كيما شفتوا درتها في هذا البابي فيلم. اكيد يا البنات راح نقسمها على زوج، راح ندير الكميه الاولى يعني راح نفتحها معكم وراح نطبخها. كيما شفتوا من بعد ما فتحت العجينه تاعي يعني طرحتها بالحلال، وهذا هو البنات الطبع اللي راح نطبع به لاباط صابلي تاعي. كيما شفتوا يا البنات يعني هاد المول اللي راكم تشوفوا فيه هو اللي راح ندير به، اللي راح ندير فيه هاد الحلوى تاع الخيسان. يعني تابعوا لا فيديو الاخير راح تفهموا كل شيء. انا حبيت نطبع بهذا الطابع اللي راكم تشوفوا فيه اللي هو طابع تاع الغريبيه، يعني جاني قد المول هذاك سوا يعني جا معاه مليح، على بها حبيت نطبع به. وانتم الطابع اللي عندكم المول اللي عندكم اي شكل حبيتوا ديروه ديروه. هذه هي كيما شفتوا طبعت الحبيبه تاعي تاع صابلي بهذا السمك اللي راكم تشوفوا فيه، يعني ما هو خشين ما هو رقيق، مليح فقط كيما على بالكم. اللي صابلي تاعنا فيهم ملعقه صغيره خميره، اكيد كي ندخلوهم للفوق راح ينتفخوا معنا شويه. هذه هي البنات نكمل كامل الحبيبات تاعي نديرهم في البلاطو. بالنسبه للفوق تاعي راهو يسخن على 150 درجه، يعني نروح نطيب لي صابلي تاعي ونعاود نرجع معكم. من بعد ما طابوا لي صابلي تاعي البنات كيما شفتوا طيبتهم غير من التحت، طيبتهم بلون ذهبي فقط، يعني ما عاودتش حمرتهم من الفوق، طيبتهم غير من التحت، يعني جاو ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. طيبتهم بهذا اللون الذهبي، يعني جاو هشاش ما شاء الله يذوبوا في الفم. وراح نروحوا للشوكولا. بالنسبه للشوكولا يا البنات انا نستعمل فيه جيكاو يعني دادا باللون لون تاعها ابيض، يعني توجور هذه هي الشوكولا اللي نستعمل وهذه هي الشوكولا اللي نفضل. كيما شفتوا هنا راح نفتح العلبه كامله، راح ندوبها كامله في حمام مائي كما قلت لكم. يعني هذه الكميه راح دير لي هذه العلبه يعني كامله راح دير لي 40 حبه تاع هذا الكاطو. تابعوا لا فيديو الاخر يا البنات راح تفهموا كل شيء باذن الله. يعني راح ندوب الشوكولا تاعي في حمام مائي، قطعتها بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. من الاحسن يا البنات تقطعوها رقيقه خلاص مليحه. انا الشوكولا تاعي كانت يعني بارده يابسه ما تصوروش كيفاش. من بعد ما دوبتها في حمام مائي كيما شفتوا درت الكاسرونه تاعي، درت فيها كميه من الماء، يعني درت الصحن تاعي كيما شفتوا ما يتلامسش مع الكاسرونه نهائيا وما يقيسهاش الماء نهائيا. هذه هي البنات كيما شفتوا نرفد كميه تاع الشوكولا تاعي نديرها في المول بهذا الشكل، نحاول نمشيها بالبانسو في كامل الاطراف. يعني ركزوا يا البنات على الاطراف مليح مليح، لانه الشوكولا كيما شفتوا تعاود تهبط لتحت، يعني ركزوا بيان على الاطراف. راح نكملوها بهذه الطريقه المره الاولى. اكيد راح ندير 2 طبقات، راح ندير الطبقه الاولى ندخلها للفريجيدار ونعاودوا نروحوا للطبقه الثانيه. كيما شفتوا ندير لها كميه تكون مليحه من الشوكولا. بالنسبه للشوكولا يا بنات ما ضفت لها حتى اضافه، ما ضفت لها حتى زيت، ما ضفت لها حتى ملون، يعني شوكولا بيضاء عاديه.
هادية كيما شفتو راح نروحو للكوش دوزيام. كيما شفتو راح نديرلها كمية تكون مليحة من الشوكولا. كيما على بالكم يا البنات الشوكولا يعني ديروها الفوق تعاود تهبط لتحت. نحاولوا الشوكولا تاعنا كي ندوبوها يا البنات نخليوها تريح شوية، يعني ما نروحوش نديروها ديريكت وهي سخونة، اكيد ما راحش تجيكم الحبة تاعكم مليحة. نكمل كامل الحبات ونروح ندخلهم للفريجيدار يعاودوا يتجمدوا بيا، ونروحوا هنا كيما شفتوا راح نديمو ليهم يا البنات. يعني جاو ما شاء الله، خليتهم يعني في الفريجيدار مدة طويلة. هنا بالنسبة للمول يا البنات من الأحسن المول تاعكم كي تجيو تستخدموا فيه الشوكولا من الأحسن يكون نظيف خلاص خلاص، يعني ما فيه ما تكون فيه حتى حاجة، حتى يعني يجيوكم الحبات تاعكم يلمعوا ويجيوكم نقيين. هادو ما البنات كيما شفتو راح نكمل كامل حبات لكم 40 حبة. بالنسبة لهاد الكمية تاع الشوكولا راح دير لي 40 حبة. من بعد ما كملت كل شيء يعني لي صابلي تاعي طابو كل شيء يعني راهو واجد. هنا راح نروحو للحشو. بالنسبة للحشو يا البنات يعني هنا عندي فايتين كيما راكم تشوفوا، عندي 50 غرام فايتين. يعني راح ندير المرة الأولى كيما على بالكم راح ندير كمية صغيرة وراح نزيد نعاود كمية أخرى. بالنسبة لهاد الكمية يا البنات يعني رفدت لي 150 غرام فايتين. كيما على بالكم الفايتين راهو متواجد في كامل المحلات يعني بالميزان، يعني الكمية اللي حبيتو تشريوها من الفايتين. هذه يا البنات كيما شفتوا درت له كميه من الشوكولا اتارتيني. درت هاد الشوكولا اللي راكم تشوفوا فيها تجي بنينه ما شاء الله، يعني تجي مليحه. كما قلت لكم هاد الفايتين يا البنات يبقاو يقرمشوا لمده طويله سيرتو مع الشوكولا اتارتيني، يعني عطاتهم واحد البنه ما شاء الله. وبالنسبه للحشو يا البنات انتم واش حبيتوا، بالنسبه للحشو توجور يبقى اختياري. الحشو اللي حبيتو تضيفوه ضيفوه، حبيتو تضيفوا اللوز الفايتين يعني تقدروا تضيفوه، اي حاجه يعني تقدروا تضيفوها. والحشو توجور يبقى اختياري، لا ديكوراسيون تبقى اختياريه. هذه هي مجرد نعطيكم افكار وانتم خدموا كما حبيتوا. راح نكمل كامل الحبه تاعي، ندير كامل الكميه تاع الفايتين يعني تكون مليحه في الحبه تاعي تاع الحلوى بهذا الشكل. من بعد ما كملت كامل الحبات تاعي تاع الكاطو كيما شفتوا راح ندخلهم للفريجيدار يبردوا ونعاودوا نروحوا للديكور. بالنسبه للديكو يا البنات يعني قلت لكم راح ديما نعطيكم افكار باذن الله. هنا البنات بالنسبه لهاد الطربوش اللي راكم تشوفوا فيه اللي عندها هاد الغطاء تاع السكريه، يعني دير به طربوش يجي ما شاء الله. انا يا البنات كان عندي المول تاع الطربوش ولكن يعني جاني كبير وما حبيتش الفكره هذيك نهائيا. يعني اصحاب الفيسبوك يعني راني شاركت معاهم الحبات تاع الكاطو، يعني حطيت الطربوش اللي يكون كبير ودرت هاد العفسه اللي راكم تشوفوا فيها او هاد الفكره. يعني بقيت ندور يا البنات درت هذيك الحبه تاع الطربوش يعني جاتني كبيره ما دخلتش خلاص في راسي نهائيا. حبيت يعني حاجه تكون صغيره وتكون باهيه في نفس الوقت. بقيت نحوس يعني حتى جاتني الفكره هذه في راسي. الغطاء تاع السكريه تاع السكر اللي نديرو فيها السكر عادي. جربت يا البنات كيما شفتوا تحصلت على طربوش ما شاء الله جاني قد الحبه قد يعني جات الحبيبه تاعي ما شاء الله. يعني في الفيسبوك راني شاركت معاهم والأغلبية يعني قالوا لي الحبة الصغيرة تاع الطربوش هي اللي جات مليحة، وأنا وافقتهم الرأي كما قلت لكم. حتى ويكون عندي المول حتى ويكونوا عندي الأفكار يعني ما نقدرش ندير حاجة ما نكونش راضية بها. هذه الناس كيما شفتوا مجرد أفكار فقط يعني نحب نمدهم لكم. مش لازم يا البنات يعني كي يكون كاين المول تاع هاد الطربوش يعني لازم نخدم به حتى ويكون كبير. لا لا يا البنات انا ما عنديش هاد الفكره، يعني حاجه ما جاتش مليحه ما جاتش مليحه ما لازمش نطبقها ونحوس نغير افكاري، نحوس نجيب حاجه تناسب هذيك الحلوى وتخرج ما شاء الله. بالنسبه لباطا سكر يعني المره هذه شريتها يا البنات مولفه يعني نخدمها، ولكن المره هذه كانت عندي الخدمه وكانوا عندي طلبيات بزاف على بها ما قدرتش نخدمها. ودي راح نكمل الحلوى تاعي نتلاقاو
من بعد كيما شفتوا هذه هي النتيجة النهائية اللي راكم تشوفوا فيها واللي تحصلنا عليها يا البنات. كيما شفتوا بفكرة بسيطة، بفكرة صغيرة، يعني تحصلنا على حلوى ما شاء الله. نتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو، نتمنى تنال اعجابكم هذه الفكرة اللي عطيتكم. يعني ماشي شرط يكون المول، ماشي شرط لازم يكونوا عندكم دراهم باه تشريو مول، يعني بافكار صغيرة بافكار بسيطة راح تحصلوا على حلوى ما شاء الله. هذه يا البنات، ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، لنا موعد جديد مع فيديوهات قادمة. سلام.